ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه. نعمل ايه مع بعض النهارده؟ نعمل ايس كريم المشمش الطبيعي. هعمل ايه؟ احط ميه، انا مفصصه المشمش وغسلاه ومصفياه. احط ميه وسكر لمده 10 دقايق. مثلا نحط 3 معالق سكر كده، واسيبه على النار 10 دقايق. بعدين نشوف هنعمل ايه. بس احط الكلام ده على النار 10 دقايق ونرجع نعمل الايس كريم مع بعض. اهو يا جماعه المشمش خد بالظبط 10 دقايق، وممكن تعمليه من غير ما تسويه. يعني انا سويته بس من 8 دقايق ل 10 دقايق، انت ممكن تعمليه فريش كده، بس انا بفضل انه يطرى شويه لان المشمش جامد حبه. هعمل ايه؟ هضربه في الخلاط. هضرب الفاكهه دي في الخلاط، مش اي فاكهه. الفراوله ما بتستويش، الفراوله بتفرزيها وبتحطيها على طول على الايس كريم. يا جماعه احنا كمان الكريم شانتيه بقى غالي جدا جدا الخام. انت ممكن تعملي الايس كريم بالزبادي، باللبن بس، بالميه، باي حاجه. المهم تعملي ايس كريم، والايس كريم بره جدا بقى غالي. فانت بتعملي لاولادك، الفاكهه موجوده، اقتصدي على نفسك. هاتي كريم اللي هو دريم، الكيس الصغير ده. اعملي بالزبادي، لان الكريم شانتيه فعلا انا شفت سعره وهم جد. كنت الاول بجيب منه، لكن دلوقتي صعب، سعره غالي جدا جدا. هنضرب لما تبرد المشمش اللي بالسكر اللي استوى 10 من 8 ل 10 دقايق على النار. هنضربه في الخلاط ونرجع نشوف هنكمل ايس كريم المشمش ازاي. طبعا هنا هنعمل ايس كريم المشمش. المشمش برد، وادي سمكه اهو. حشت منه كمان شويه اعمله عصير. احط لبن ساقع متلج. احط باكو كريم شانتيه، معلقه جلوكوز، وتدوقي بقى السكر. طبعا السكر حسبكم انتوا، يعني مثلا انتوا ايه عايزه مسكر قوي كده براحتك. هبدا اضرب. هحط زبدايه بقى مثلجه برضو عشان زياده القيمه يعني. بيفرق قوي طعم الايس كريم بالزبادي يا جماعه. وهبدا اخلط كل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هضرب كل ده وارجع معاكم تاني اوريكم السمك بتاعه. كده يا جماعه انا لما ضربت الايس كريم بالكريم شانتيه، باللبن، بالزبادي، بالعسل الكليكوز، بكل المكونات اللي حطيناها، حطيته في العلبه وحطيته في الفريزر عشان يجمد. دلوقتي هو انا مطلعاه يهدى شويه وبعدين نقدمه مع بعض. من اسهل ما يكون ومن اصعب ما يكون. طبعا الجو حر جدا فنرطب على قلبنا. المشمش كتير، ويا ريت تعملوا كل الوصفات منه. في خوخ كمان، في كل حاجه، الفاكهه موجوده. اي فاكهه تقدري تعملي منها ايس كريم. طبعا عملنا قبل كده ايس كريم بالشوكولاته وبالمانجا وبالفانيليا. تقدري بنفس الطريقه تعملي عليه الفواكه اللي تحبيها. والطريقه دي برضو سهله جدا وجميله والطعم مميز جدا. اطلع الايس كريم بالمعلقه وارجع لكم تاني. كده احنا بنطلعه اهو. بسم الله ما شاء الله، طالع زي الفل. اهو الايس كريم. ممكن نحط عليه كمان صوص كراميل. الحر بيحب المثلجات جدا.
عملنا مع بعض الايس كريم المشمش اهو. طبعا هو متفرز جامد، انا كان عندي ايس كريم باقي في علبه، كان طري شويه. ايه رايكم؟ وطعمه مش ممكن. الايس كريم الفاكهه الطبيعيه طبيعي جميله جدا في العصائر، ما بالك في الايس كريم ومضروبه كويس ومعموله بكريم شانتيه بحليب، بتفرق فعلا. وزي ما قلت لكم الحر محتاج مثلجات. كفايه بقى مياه غازيه والحاجات دي. خلينا بقى نمشي على الحاجه الطبيعيه وسعرها كويس. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير والقاكم في فيديو جديد.